معنى زنا يعني ايه؟ وضع متاعه في غير حل. هذه الزنا. ليه؟ لأن ربنا شرع لالتقاء الذكر بالأنثى أشياء، إنه اللي عايزها يتجوزها وياخد حاجته بلا من الجواز. لكن الجواز ده له تبعات، قد لا تكون عند واحد وعنده شرع جنسي مش عنده، فيعمل ايه؟ يروح يزني. ما يزنيش الا في واحده برضه عندها الايه؟ ما عندهاش القدره، ما حدش قدم لها. فربنا شرع حد لهذه المساله علشان ايه؟ يحافظ على الاعراض. الحق سبحانه وتعالى لما حب المساله الجنسيه تنتهي شرع لها ايجاب وقبول من ولي الامر وامام الناس كلهم. ولذلك انت تلاحظ لو ان واحدا جاء فقال لي في ولد ابن كلب كل يوم يمر عشان يبص على الشباك ولا البلكونه للبنات بناتك، ماذا اصنع فيه؟ ان اغضبت فرتكه. طب اذا جه الواحد ده وخبط على بابي كده وقال لي يا عم انا عايز بنتك اتجوزها، ازغرطني. قال لا، ايه الفرق بين الاولى والثانيه دي؟ قال لك دي خدها بحق الله فنزلت على نفسي بردا وسلاما. وما كانش يجي البنت كده اتمنى ان ربنا يبعت لها واحد يخبط عليا ويتجوزها. يبقى كلمه الحل من الله بتعمل ايه؟ بتدي راحه للنفس وتدي امل للام وللكل وللبنت ان يا ربنا رضى. انما واحد يتلصص عليه لا. فيبقى الزنا معناها ان يضع متاعه في غير محلل له. ودي بقى السنه عملت ان كان يعني مش محصن، يعني ما عندوش زوجه وهي ما عندهاش زوجه، يبقى نديلهم ال100 جلده. انما ان كان عنده زوجه وهي عندها زوج يبقى ما لهمش حاجه. طب ما انتوا عندكم مصرف حلال، ايه اللي يخليكم تروحوا للحرام؟ يبقى ده الرجم. طب هو ملوش زوجه نرجمه وهي لها زوج، نجلده وهي لها زوج نرجمها. ان كان لهم ازواج الاثنين يترجموا الاثنين. ان كان واحد له زوج والثاني ملوش، اللي ملوش نجلده واللي له نرجمه. ليه؟ قال لك عشان اصون اعراض المجتمع. ايه معنى صيانه اعراض المجتمع؟ أم قال لك علشان يبقى واحد يتمتع بواحده تبقى امام العالم كله وبوالدها، عشان الذريه تبقى محسوبه عليه. ما دام محسوبه عليه يقدر يعتني ايه؟ يعتني بها. انما ينمي نطفته في رحم غير حلال له، ولما يا اما تموته يعني تجهضه عشان يا اما لو كانت قعدت ما قدرتش تجهض وولدت ترميه في اي حته. يبقى دي جنايه على النسل. مش عايز ربنا، عايز النسل ده يبقى خلط في الانساب محترم وكل واحد يحب النسل. لكن يلاحظ ان اللي هم يعني بيهدوا نفسهم عندهمش ايمان قوي قوي، لانه رغم انه ارتكب جريمه عايز يرتكب جريمه ثانيه في انه يقتل نفس احياها الله. اللي خلتها شويه احسن من الاولانيه، ولما وضعت رمتها في الايه؟ في الشارع. ودول اثنين لهم صورتين، صوره ترميه في حته هي مظنه ان يجده الغير ويجد غير يكون مؤمن صالح، ولا من عايزه بقى تروح رميها في اي حته. ولذلك تلاحظ ان الناس اللي بيجوا لقطه تجدهم داروا يا قدام كنيسه ان كانوا مسيحيين، يا قدام مسجد. قال لك لان دول الناس الاتقيه اللي يقدروا ايه؟ يرعوا حق الله في تربيه هذا الايه؟ هذا اليتيم. نلاحظ بقى ان البنت لما تحمل من زنا ماذا تصنع؟
تدار من المجتمع وتوسع هدومها عشان ما حدش يدركها لحد ما الحمل يبقى واضح قوي مش عايزه حد يشوفها. لكن اللي حبلت من حلال يا سلام ساعة ما تحمل الكل يعرف انها حبلت وتمشي بقى تتدلع وتعمل ظهرها كده وتطبطب ولا اوعي تقوم يلا اكن ده حلال مشرف حاجه تفرح لانها جايه بطريق احله الله ودي كانت بتدار عشان ده طريق حرمه الايه؟ حرمه الحق سبحانه وتعالى. فبيقول لك بعدين ساعة ما يجي الواحد العقوبة الجريمة فاتت لكن ساعة العقوبة يمكن الناس تحن عليها فقال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله لأن إن أخذتكم بها رأفة الغير يبقى يعملها إيه وأقول لك هو بيعملوا إيه يعني علشان إيه يبقى إذن حين يغلظ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله مش عايزة تتكرر وعايز الكل يفهم إن حصل منه كده هيحصل له إيه؟ هيحصل له كده. شرب الخمر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. ما هي عقوبة الشرب وما هو الدليل على ذلك؟ فيه حدود لم يأتي بها نص قرآني ولكن فيها اجتهاد من المسلمين. مسألة شرب الخمر ما وردش فيها حد شرع يعني في الكتاب ما وردش لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن احنا قلنا ان سيدنا الإمام علي هل ترد علينا امور لا نجد فيها لا كلام ربنا ولا كلام النبي فماذا نصنع يا رسول الله؟ وضع المبدأ فقال اجمعوا لهم العباد واجعلوها شورى بينهم ولا تقضوه برأي واحد. دي المسألة اللي هي ايه؟ فالإمام علي لما جاء حد الشرب قالوا مش موجود في الله. قال الشرب بيعمل ايه؟ بيغيب العقل. يغيب العقل يهزي بغير حق وما دام يهزي بغير حق يبقى نديله عقوبة القذف لأن القذف رمى غيره بغير حق يبقى ياخد عقوبة الايه؟ عقوبة القذف اللي هي 80 جلدة. خدوها بالقياس اسمه القياس. أن تقيس شيء على شيء معلوم الحكم باشتراكهما في شيء